المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم ومن الفضائية الإريترية، هذه نشرة أخبار المساء المستهل بالعناوين. اختتام المهرجان الوطني لعام 2019. مراسم وداع لصينيين كانوا يقدمون خدمات مهنية في إريتريا. بلدة قلوش تشهد أنشطة الوقاية من الملاريا. سيول بصدد إلغاء اتفاق تبادل معلومات المخابرات مع اليابان. كوريا الشمالية تقول إنها مستعدة للحوار أو المواجهة مع أمريكا. سقوط قتلى في عاصفة رعدية بجبال بولندا. السلام عليكم ورحمة الله. اختتم مساء يوم أمس 22 من أغسطس الجاري مهرجان إريتريا لعام 2019، والذي جرت فعالياته في الفترة ما بين 16 و22 من أغسطس تحت شعار ثقافة الثبات على الصمود، بمراسم ختامية رائعة، حيث شاركت أقاليم البلاد الستة في غضون 7 أيام ضمن فعاليات المهرجان الوطني لعام 2019 بالعديد من المحتويات والأنشطة في أجنحة معرض الأقاليم والقرى التراثية والآلات الموسيقية التراثية بالغة الأهمية والمنشآت السكنية والحياة المعيشية للقوميات والمنافسات الفنية والابتكارات ومعرض الرسم والنحت وبرامج التراث الشفهي ومعارض منتجات المؤسسات الوطنية وركن الأطفال الذي اشتمل على البرامج التعليمية والترفيهية ومعرض الكتب والمبيعات وغيرها من البرامج. وقدمت في مراسم الاختتام أوراق تقييمية لكافة المحتويات المقدمة في كافة الأجنحة من حيث الإيجابيات وجوانب القصور، وقدمت توضيحات مفصلة حول التحسينات التي يمكن إجراؤها العام القادم. وقال مسؤول مكتب لجنة تنسيق الاحتفالات السيد تسفاي برهين أن المهرجان الوطني لهذا العام استقطب أكثر من 500,000 زائر. وأشاد السيد تسفاي بالأدوار الفعالة التي لعبتها كافة الأقاليم الست والجهات الحكومية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والمؤسسات الخاصة والأشخاص في إخراج فعاليات المهرجان الوطني بهذا الرونق والجمال، مشيرا إلى أنه ووفق التقييم المقدم يتوقع العام القادم تعزيز الإسهامات بالحفاظ على الإيجابيات وتصحيح جوانب القصور. وحجز الإقليم الأوسط في مراسم توزيع الجوائز المركز الأول في مجال الرقصات الفولكلورية والموسيقى التراثية، والإقليم الجنوبي في جناح العروض وأدوات الموسيقى التراثية، وإقليم عنسبة بالتراث الشفهي، فيما وزعت الجوائز التشجيعية والشهادات التقديرية على الفائزين في كافة المجالات والنشاطات. نظمت مراسم وداع ل15 مهنيا صينيا كانوا يقدمون خدمات صحية مجانية لفترة عام واحد في البلاد. وحضر مراسم الوداع التي جرت اليوم 23 من أغسطس بفندق باسيرة ضيوف مدعوين ومهنيين صحيين تتقدمهم وزير الصحة أمين نور حسين وسفير جمهورية الصين الشعبية في إريتريا السيد يانغ زيغانغ، إضافة إلى 18 طبيبا صينيا جدد أتوا لتعويض الأطباء المودعين. وقالت الوزيرة آمنة نور حسين إن الخدمات الصحية المجانية التي يقدمها المهنيون الصينيون في البلاد خير دليل على العلاقة والتعاون الثنائي التاريخي بين البلدين، وتمنت للمهنيين المودعين أعضاء الدفعة 12 رحلة سعيدة، مرحبة بالمهنيين الجدد أعضاء الدفعة 13. من جهته أشار السفير الصيني في إريتريا السيد يانغ إلى أن أكثر من 200 طبيب صيني وغيرهم من المهنيين الصحيين لا زالوا يقدمون خدمات صحية في إريتريا منذ عام 1997، وإن البرنامج الذي استمر ل 22 عاما يبرز العلاقة الثنائية المتينة بين البلدين. إن المهنيين الصحيين المغادرين الذين قضوا عاما واحدا في إريتريا عملوا في مختلف المستشفيات في مجالات الجراحة وعلاج الأمراض المعدية والأعصاب وغيرها من الأنشطة الصحية. وقدمت في مراسم الوداع شهادات تقديرية للمغادرين.
نظمت وزارة التعليم في العاصمة أسمرة دورة تأهيلية حول الإدارة الأكاديمية الناجحة امتدت ل10 أيام. وفي الدورة التي انتظمت في الفترة من 12 وحتى 22 من أغسطس الجاري بمشاركة 30 عضوا بينهم 8 من الإناث قدموا من مركز التعليم الفني ومركز التدريب المهني ومدرسة أرساي كالو والمكتب المركزي. وأشار كل من الدكتور هيلا نجوسي والأستاذ مسفى محاري اللذان حاضرا في الدورة التأهيلية إلى أن الهدف من الدورة هو تعزيز الإدارة الأكاديمية ومنح اهتمام أكبر لمسألة إعداد المنهج، بالإضافة إلى إدارة وجودة وترسيخ المسائل التي تتطلبها عملية وضع الخطة وتنفيذها. من جانبهم أفاد الدارسون بأن الدورة اشتملت على تجارب الدول الأخرى في الإدارة الأكاديمية مما يساعد على تعزيز عملية التطبيق. استقبل الدارسون الشهادات التقديرية من يد المدير العام لقسم الأبحاث والموارد البشرية السيد بطرس هيلا مريم. وتعد الدورة امتدادا للدورة التي قدمت في الفترة من 17 من يوليو المنصرم حتى 8 من أغسطس الجاري للمشرفين التربويين ومسؤولي التعليم في مديريات الإقليم الأوسط حول وضع خطة لتقدم التعليم الأكاديمي وتطوره. شهدت بلدة قلوج أنشطة نفير واسعة وفعالة تمثلت في النظافة البيئية ودفن البرك وأماكن توالد البعوض والمستنقعات للوقاية من الملاريا. وتهدف الأعمال المنجزة بالتنسيق بين شركة بدهو للإنشاءات والسكان وموظفي الحكومة الوقاية من الملاريا وغيرها من الأمراض التي تظهر خلال موسم الخريف. ضمن اليوم الثامن من بطولة دول شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم للأشبال لما دون 15 عاما أقيمت عصر الجمعة مواجهتين هامتين في إطار مباريات المجموعة الثانية. زميل عبد الله محمد علي لديه المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. ضمن اليوم الثامن من بطولة دول شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم للأشبال لما دون 15 عاما أقيمت عصر الجمعة مواجهتين هامتين في إطار مباريات المجموعة الثانية. وتواجه في المقابلة الأولى لهذا اليوم منتخبي تنزانيا ورواندا وعينهما على النقاط الثلاثة التي تضمن لهما بطاقة العبور نحو الدور المقبل من البطولة. التقارب في المستوى كان العنوان الأبرز لهذه المواجهة التي بكر فيها المنتخب الرواندي في افتتاح السجل التهديفي بعد 5 دقائق فقط من اللعب بواسطة قائد الفريق هوزيانا كندي، لكن رد المنتخب التنزاني لم يتأخر طويلا وجاء بعد 4 دقائق فقط ليعدل الكفة من ضربة الجزاء التي نفذها بنجاح اللاعب رابين كاتودي. وتواصل الشد والجذب في النتيجة بين الفريقين، استخدم المنتخب الرواندي مجددا بالهدف الثاني الذي سجله اللاعب إيري راهيمي بحلول الدقيقة 33 من تسديدة بعيدة المدى. بهذه النتيجة ارتقى المنتخب الرواندي برصيده إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة، فيما تكبد المنتخب التنزاني هزيمته الثانية بالبطولة. في ثاني مواجهات الجولة حقق المنتخب الأوغندي فوزا مريحا ب5 أهداف دون مقابل في مواجهة جاءت من طرف واحد. وتسيد المنتخب الأوغندي الملعب بالعرض والطول وخرج من المواجهة التي اضطر حكمها إلى إيقافها قبل نهاية وقتها الأصلي بسبب النقص العددي لمنتخب جنوب السودان الذي كان لاعبيه ضحايا للإصابات. على ضوء هذه النتيجة استعاد منتخب أوغندا صدارته للمجموعة الثانية برصيد كامل استقر عند 9 نقاط، في حين خرج منتخب جنوب السودان من البطولة برصيد خالي من النقاط. استشهد المناضل العقيد حيلعاب إسحاق عضو القيادة الغربية بوزارة الدفاع اليوم 23 من أغسطس إثر مرض ألم به، وبعد أن تلقى العلاج في الداخل والخارج عن عمر بلغ 65 عاما. التحق المناضل العقيد حيلعاب بصفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية عام 1974 وخدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص منذ التحاقه وحتى استشهاده في القوات الأمامية بمختلف المناصب حتى مرحلة قائد فرقة. العقيد حيلعاب إسحاق رب أسرة وأب ل4 أطفال، وسيوارى جثمانه الثرى عصر يوم غد 24 من أغسطس بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل العقيد حيلعاب إسحاق وتقدم تعازيها لأسرة الشهيد وزملائه في العمل ورفاقه من المناضلين. نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. قالت كوريا الجنوبية
أمس الخميس إنها ستلغي اتفاقا لتبادل معلومات المخابرات مع اليابان، مما أغضب طوكيو ودفعها للاحتجاج وعمق خلافا يعود لعقود بشأن التاريخ أثر على التجارة وقلص التعاون الأمني بشأن كوريا الشمالية. ويظهر قرار سيول عدم تمديد اتفاق الأمن العام للمعلومات العسكرية كيف أثر الخلاف التجاري والسياسي بين الجارتين الآسيويتين وحليفتي الولايات المتحدة على بعض أكثر القضايا الأمنية بالمنطقة حساسية. ويستهدف الاتفاق تبادل المعلومات بشأن التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية وصواريخها وأنشطتها النووية، وهو تهديد أبرزه إطلاق بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة سلسلة من الصواريخ البالستية القصيرة المدى. وساءت العلاقات بين الدولتين منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي بعض الشركات اليابانية بتعويض عمالة كورية من زمن الحرب، وهي خطوة أدانتها طوكيو بشدة، حيث تقول إن المسألة تمت تسويتها بموجب معاهدة موقعة في عام 1965 لتطبيع العلاقات. نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزير الخارجية ري يونغ هو قوله إن بيونغ يانغ مستعدة لكل من الحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة، محذرا واشنطن الحسابات الخاطئة من المتمثلة في استمرار فرض العقوبات. والمحادثات على مستوى فرق العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية متوقفة منذ فشل قمة ثانية عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فبراير بفيتنام. والتقى ترامب وكيم مرة أخرى في يونيو عند الحدود بين الكوريتين واتفقا على استئناف المفاوضات، لكن ذلك لم يحدث بعد. واتهم الوزير الكوري الشمالي أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإلقاء ظلال قاتمة على المحادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية، قائلا إن بومبيو يولي طموحاته السياسية أهمية على السياسة الخارجية الحالية لبلاده. وتأتي تصريحات ري ردا على تصريحات أدلى بها بومبيو هذا الأسبوع، وقال فيها إنه إذا لم تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي فإن الولايات المتحدة ستبقي على أقوى عقوبات في التاريخ، بينما تحاول إقناع كوريا الشمالية بأن نزع السلاح هو الطريق الصحيح. قال رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي إن 4 أشخاص لقوا حتفهم بينهم طفلان، وأصيب أكثر من 100 آخرين في عاصفة رعدية قوية بجبال تاترا في بولندا. وذكرت خدمات الإنقاذ في الجبال إن شخصا خامسا لقي حتفه بفعل العاصفة في منطقة ويست تاتراسا في سلوفاكيا المجاورة. وقال شهود إن صاعقة ضربت مجموعة من السياح في جبل جيفوند الذي يبلغ ارتفاعه 1894 مترا بعد أن تحول صباح مشمس إلى طقس عاصف. وأصيب أشخاص آخرون في أماكن مختلفة في الجبال التي تمتد على مسافة 57 كيلومترا جنوب بولندا. يعكف برازيليون على ممارسة رياضة السير على الحبال الرابطة بين منازل شاهقة الارتفاع ومهجورة فوق مدينة ساو باولو. وازدادت شعبية الرياضة الخطرة في البرازيل مؤخرا، وخاصة في ساو باولو، حيث توفر ملاذا للهروب من متاعب ومصاعب الحياة اليومية. ويتجمع ممارسو الرياضة في المناطق ذات المباني غير مكتملة البناء لممارسة السير على الحبال بينها. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.